الزمالك بنسبة كبيرة جدا جدا بيقترب نادي الزمالك من إتمام صفقته المميزة لاعب النجم الساحلي حمدي النجاز. تقريبا احنا بقينا دلوقتي بنتكلم في رقم يصل إلى 200 ألف دولار فقط اللي بيحسموا الصفقة، وحمدي النجاز يصبح لاعبا في نادي الزمالك، واحد من اللعيبة المميزة. يمكن احنا اتكلمنا في تفاصيله أكتر من مرة، وجبناه هو مداخلة على التليفون، وجبنا المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الساحلي أكد المفاوضات وقال انه لعيب مرحب جدا عايز يلعب في نادي الزمالك، وان احنا في حالة من حالات الود والتفاهم ما بيننا وما بين نادي الزمالك. الزمالك وصل عرضه ل 700 ألف دولار، وبعدين حصل نوع من انواع التفاوض، اخر حاجه وصلت ل 900 الف دولار. عموما ما بين الرقم ده والرقم اللي قبليه احنا بنتكلم في فاصل بتاع حوالي 200 الف دولار. يقدر نادي الزمالك بنوع من انواع التفاوض انه يقف على نصهم حتى على الاقل. كده او كده واضح انه خلاص حمدي النجاز اقترب بشكل كبير جدا من الانضمام الى نادي الزمالك، ودي تقدر تقول عليها كده دي صفقه سوبر. انت بتاخد لعيب دولي، وبتاخد كمان لعيب من اللعيبه المميزين اللي انت شفتهم ومراقبهم بعينك، ما انتش بتختبر لعيب لاول مره. بختك يا ابو بخيت. هيبقى دايما بنتكلم على فكره التوفيق، توفيق اللاعب نفسه. دي الجزئيه الثانيه مدى تاقلمه مع النادي، انما كمستوى هو يوسف تدريب بتروجيت. النهارده خالد قمر كمان جاي له عرض من بتروجيت. دي القصه بتاعت دي القصه باختصار شديد بتاعت خالد قمر. الخبر اللي جاي هقوله محمد ابراهيم، بس زمايلنا جوه في الكنترول ما تنزلوش العنوان اللي انتوا باعتينه لي ده، عشان عايز اتكلم في تفصيله ثانيه غير العنوان. محمد ابراهيم، قصه محمد ابراهيم باختصار شديد جدا علشان تبقى واصله لحضراتكم. يمكن انا اتكلمت في خبر في تفاصيله من كام يوم، قلت انه حصلت ازمه بين محمد ابراهيم و حقيقه يعني انه انا لم اكن دقيقا فيما قلته من معلومات، ما كانتش عندي انا الدقه فيما يتعلق بانه محمد ابراهيم مصاب او مش مصاب. تاكدت بنسبه 100% انه محمد ابراهيم فعلا كان مصاب، وعمل اشعه وعرض الاشعه كمان على نادي الزمالك، وانه ما كانش فيه تعنت على الاطلاق من فكره انه يبقى موجود مع الاسيوطي في مباراه الاسيوطي. ده للامانه تقتضي ان انا اقول كده، وده هيرجعنا تاني طول الوقت للجزئيه اللي انا بقولها. ما عنديش مشكله خالص لما اجتهد في خبر وما اكونش موفق فيه، وده وارد، ارجع خطوه لورا واقول الصح ايه، عشان ده مش هيقلل خالص، ده هيفضل طول الوقت الثقه اللي بيني وبين حضراتكم مبنيه. وهنا انا مش بدخل اي طرف من الاطراف، لا اللاعب ولا النادي، انما انا لم اكن دقيقا فيما قلت، فبعتذر على الهواء فيما يتعلق بقصه محمد ابراهيم. محمد لعيب مميز جدا، وانا تاكدت بنسبه 100% انه كان فعلا مصاب، وده اللي يمكن منعه عن انه يبقى موجود. طيب دي جزئيه. في جزئيه بقى تانية. طبعا انا لسه بتكلم اهو على صفقات نادي الزمالك بشكل كويس، وانه يتحركوا يجيبوا لعيبه من كل حته، وان حمدي النجاز ده لعيب مميز. بس النهارده وانت بتبص على قائمه نادي الزمالك فيها 26 لعيب، فيها 26 لعيب وسابوا 4 اماكن فاضيه. بص على قائمه نادي الزمالك هتلاقي فيها 2 من ولاد النادي مش موجودين، محمد ابراهيم ويوسف اوباما. طيب ماشي، خلينا يعني ايه ناخد الموضوع واحده واحده مع بعض. محمد ابراهيم ماشي، جايز يكون هو بيلعب بس جايز يكون يعني مش عارف، جايز اي حاجه، فاحنا مش عايزين محمد ابراهيم. ماشي تمام. طيب اوباما بيلعب ولا ما بيلعبش؟ بيلعب، بس برضو جايز يبقى اي حاجه، اي حاجه انا ما اعرفهاش او حضراتكم ما تعرفهاش، جايز. بس اللي اعرفه كويس ان بوشا متمسك بالاثنين، يعني كان متمسك بمحمد ابراهيم مصر عليه، ومتمسك بيوسف اوباما ومصر عليه، لدرجه ان الراجل طلب ان هو ما يروحش نادي الاتحاد السكندري. تمام. حط ده بقى على جنب. قائمه نادي الزمالك اللي هي فيها 26 لعيب، ارجو انه ما حدش يزعل مني، وكل اللعيبه اللي انا بتكلم عنهم وفي الاصل كده، يعني ده الاصل، كل لعيبه نادي الزمالك اللي موجوده لعيبه كلها مميزه، خلاص، عشان بس ما حدش يدخلني في الجزئيه دي. بس لو هو المعيار انه محمد ابراهيم اي حاجه،
وانه المعيار انه يوسف اوباما اي حاجه، اي معيار. فايه المعيار اللي يخلي احمد رفعت يتم قيده في قائمه نادي الزمالك الافريقيه وهو ما بيلعبش من نص السيزون اللي فات؟ ايه المعيار؟ يعني هل هو معيار عدم المشاركه مثلا؟ يعني في معيار جديد، معيار عدم المشاركه خليك تروح في القائمه الافريقيه؟ ده انا احمد رفعت نسيت شكله. واتلتيكو اللي هو شبهت عليه. فمفاجاه الحقيقه بالنسبه لناس كتير جدا ان احمد يبقى موجود. طيب احمد بقى كلاعب، احمد رفعت لعيب سوبر ستار، يعني الفتره اللي لعبها في نادي الزمالك انا مقتنع بيه بنسبه 100%. ومحمد بتربطني، احمد بتربطني بيه علاقه طيبه جدا. هو لعيب مميز من وجهه نظري، الحقيقه لعيب مميز جدا جدا. بس انا ما بتكلمش على تميزه دلوقتي، بتكلم على المشاركه. مش المعيار اللي هو المشاركه يعني انا بشوفك تحت عيني فانت موجود، ولا هو المعيار ان هو بيبقى موجود في التدريبات فما بيشاركش فانا بضمه في القائمه الافريقيه. مش فاهمها، يعني مش فاهمها. طب ليه انا ربطت هنا الامثله ببعضها؟ لانه انا برضو وناس كتير برضو زينا مش فاهمين هو محمد ابراهيم بيلعب، طب ما انضمش للقائمه الافريقيه ليه؟ طب يوسف اوباما، يوسف ما راحش قعد مع الناس بتوع الاتحاد السكندري من باب للطاق برضه عشان الناس تبقى فاهمه كويس، لانه كان في كلام من نادي الزمالك ان هم مش عايزين يوسف اوباما فطلبوا واتقال طلعت الاسماء. وقال الحاج محمد مصلحي كان معانا هنا على التليفون وقال انه كان قاعد مع السيد رئيس نادي الزمالك وقال له انا في اللعيب الفلاني واللعيب الفلاني واللعيب الفلاني دولت ماشي ما عندناش مشكله اختيارات. كان من ضمنهم يوسف اوباما. فقال لك انا كلمت يوسف اوباما وقلت له انه كذا كذا كذا، ايه رايك تيجي عندنا؟ واتفقت معاه على كل حاجه. فعرفت بعديها ان الراجل متمسك بيه. وانا طلعت هنا اتكلمت وشكرت مجلس اداره نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك تحديدا انه ترك يوسف اوباما يكمل بناء على رغبه من المدير الفني، وده بيحمل اعتبارات ليها او نوع من انواع التقدير لرغبه المدير الفني. فده الصح، يعني ده الصح اداريا. لكنه تفاجئ ان نادي الزمالك قال لك ان يوسف اوباما خرج من القائمه الافريقيه لانه قعد مع نادي الاتحاد السكندري من غير ما يقول للنادي الزمالك. طب ازاي يا جماعه؟ هو عمره ما يقعد مع نادي الاتحاد السكندري. هو يعني انا اسف في اللفظ، يعني هو مش مجنون يعني اوباما ما هوش مجنون عشان يروح يقعد مع نادي الاتحاد السكندري ويبيع نادي الزمالك بجماهيريه نادي الزمالك. ده مجنون كوره، يعني مجنون زمالك، اسف مجنون زمالك يوسف اوباما. فمش هيطقف عقله كده فجاه مره واحده يروح يقعد مع الناس في الاتحاد السكندري من تلقاء نفسه ولا هروح. لا، ده القايمه كان تم الاعلان انه في اسماء هتمشي. فانا مش فاهم المعيار الحقيقه، معيار الافريقي واللي بناء عليه حصلت اللخبطه في الاسماء او حصلت الاختيارات اللي في الاسماء. ده تعليق ما فيهوش انتقاص من قدر حد خالص، لكن في سؤال: ايه المعيار اللي بناء عليه ضميت لعيب للقايمه؟ وايه المعيار اللي بناء عليه خرجت لعيب من القايمه؟ خاصه انه المشهدين او المثالين صارخين، يعني واضحين قوي، يعني انت مش محتاج انك تدقق في الصوره، انت شايف. ما علينا، ادينا بنقول برضو كلمه الحق ولو هتكلفنا. الزمالك بيرفض رحيل اسامه ابراهيم وعلي فتحي مجانا. دي من ضمن الامور اللي الحقيقه بتعجبني، انه طالما في لعيب وجه وبيدفع فلوس او دفعنا له فلوس ما ينفعش يمشي مجانا لاي نادي من الانديه. والانديه ما تزعلش من كده، لانه كل نادي بيفكر في مصلحته. الزمالك هيفكر في مصلحته، انت مش هتبقى احسن من مصلحتي انا كنادي كمصلحه خزنه. اي نادي من الانديه كده بيفكر كده، يعني لا المصري هيفكر في مصلحه الزمالك قبل مصلحته، لا الاسماعيلي هيفكر في مصلحته هيفكر في مصلحه الزمالك قبل مصلحته. كل نادي الطبيعي جدا والتلقائي جدا انه يفكر في مصلحه ناديه واللي بناء عليها بيتحرك. وبالتالي نادي الزمالك اما جاله عروض متعلقه باسامه ابراهيم وعلي فتحي للرحيل، قال لهم لا، ما فيش لعيب هيمشي بالمجان، تجيبوا عروض عشان تمشوا، واي نادي عايزكم يبقى هو ده شكل التعاقد. مؤيد العجان رجع تاني لتدريبات نادي الزمالك، وانتظم رباعي كمان الفريق في التدريبات. انا بتكلم على احمد مدبولي ودونجا وصلاح عاشور واحمد داوود، النهارده كلهم كانوا موجودين في التدريبات. في تدريبات كمان تاهيليه لرباعي الزمالك المصاب اللي هم محمد ابراهيم وجنش ومحمد رمضان وخالد قمر، وكلهم شغالين في التدريبات الاخيره. الزمالك هيخوض تدريبه الاخيره على ملعب النادي وفقا لتعليمات من نيبوشا المدير الفني للفريق، وبعدها هيدخل في معسكر مغلق بعد تدريب بكره بالتجمع استعدادا للمواجهه اللي هتقام على استاد الدفاع الجوي. تقرير عن الكبار في الجوله ال 16 ونتابع مع حضراتكم اهم ما حدث. خساره
كبيره جدا بالنسبه للنادي الاسماعيلي، مش على مستوى النتيجه خالص، انما على مستوى رحيل مديره الفني سباستيان دي صابر. انما ان شاء الله باذن الله ما تبقاش خساره موجعه، لانه جه الكابتن ابو طالب العسوي